انت هنا قلت له ان عايز ليست وسميتها نيمز واديته القيم بتاعته. طيب لو انت عايز تبقى منطقي اكتر تعمل ايه؟ انت هنا بتخزن نصوص يعني strings، تمام؟ تقدر ان انت تعمل ليست وبعد كده تفتح العلامتين دول اللي هي علامة اكبر من واصغر من، وتحدد له نوع الداتا تايبس اللي انت هتخزنها، نوع البيانات اللي انت هتخزنها. احنا قلنا هنا انك بتخزن نصوص يعني string، فتيجي هنا تقول له انا هعمل ليست من نوع string وهخزن فيها نصوص، تحط له الفاليوز بتاعتك القيم بتاعتك. طب لو انت هتخزن ارقام يعني انتجر انت، تمام؟ هو هنا ادالك ايرور لان احنا حاطين له نصوص. هتقول له مثلا هخزن واحد وهتخزن اتنين وهتخزن تلاتة وهتخزن أربعة، عادي جدا. ولو جيت برضو عملت برنت للنيمز، هتلاقي ان هو طبع لك الليست بتاعتك واحد واثنين وثلاثة وأربعة. وبرضو لو حبيت انك تضيف له فاليو، فنفس العملية اللي فاتت names دوت اد لو هتضيف قيمة واحدة، انما اد all لو هتخزن اكتر من قيمة او لو هتضيف اكتر من قيمة. وعشان قلنا ان انت عشان خاطر تضيف اكتر من قيمة بتفتح القوسين دول ومن جواهم القوسين بتوع الليست، اللي احنا قلنا ان انت لو هتعمل اي عملية فيها اكتر من قيمة لازم تستخدم القوسين دول. وبعد كده تخزن باقي القيم بتاعتك، فليكن مثلا خمسة وستة وسبعة. لو جيت عملت برنت هتلاقي ان هو ضاف لك القيم بتاعتك ده واحد واثنين وثلاثة اللي احنا عملناهم في الاول لحد أربعة، وبعد كده احنا ضفنا عليهم خمسة وستة وسبعة، تمام؟ طيب لو انت حبيت بقى تمسح قيمة من القيم اللي موجودة عندك فهتعمل ايه؟ هتيجي هنا بدل دوت اد هتعمل دوت ريموف وتدي له القيمة اللي انت عايز تعزفها. لو انت هتعزف واحد فبتدي له القيمة بتاعتك واحد. لو جيت عملت برنت الليست بتاعتك هتلاقي ان هو هنا حذف لك القيمة رقم واحد اللي انت قلت له انا عايز احذفها، طبع لك هنا اتنين وتلاتة واربعة، تمام؟ لو حبيت تحذف مثلا رقم أربعة فبتكتب له هحذف القيمة أربعة. وخلي بالك معايا ان احنا هنا بنديله القيمة اللي احنا بنعزفها، مش بنديله الاندكس او الرقم بتاعها. لا، يعني انت مثلا عندنا خلينا نرجع اللي فات زي ما كان، خلي الليست string، تمام؟ بالشكل ده كده. وحبيت ان انت مثلا تحذف عمر، احنا قلنا لو انت عايز تعمل برنت لحاجه معينه ل لفاليوز معينه فانت بتديله الاندكس بتاعك بالشكل ده كده. تقول له مثلا عايز الاندكس رقم زيرو، فلو كنت جيت عملت رن هتلاقي ان هو بيطبع لك الاندكس رقم زيرو اللي هو محمد. انما في عمليه ريموف انت بتعمل كده بالشكل ده، مش بتديله الاندكس، انت بتديله القيمه اللي انت تعزفها على طول names دوت ريموف، تمام؟ مش لو انت حبيت تعزف محمد انت مش ما ينفعش انك تكتب له الاندكس. بص كده لو جيت عملت رن، خلينا بس نعدل دي. لو جينا عملنا برنت للليست هتلاقي ان هو طبع لك محمد برضو برغم ان انا عملت ريموف. طب ليه؟ لان انا هنا مديله الاندكس، المفروض ان انا اديله القيمه بتاعتي على طول، اكتب له محمد بالشكل ده. بص انا قلت له هنا انا هعمل ريموف للقيمه اللي اسمها محمد. لو جيت عملت رن هتلاقي ان هو طبع لك احمد ومصطفى واسلام وعمر بس ما طبعش معاهم محمد لان انا عملت لها ريموف، تمام؟ طيب ننتقل لخطوه تانية. احنا عندنا ليست هنا من نوع string. طيب لو عملنا ليست بس من غير ما نحدد الداتا تايبس اللي احنا هنخزنها، لو جيت تضيف اي داتا تايب تانية فلتكن مثلا integer او double او بول هتلاقي ان هي بتقبلها عادي. يعني بصوا كده لو جينا خزنا جوه الليست رقم 22 مثلا هتلاقي ان هو قبلها عادي، مش مديلك ايرور. حتى لو جيت عملت برنت للليست اللي هي names بالشكل ده كده
هتلاقي ان هو طبعا عادي جدا طبعا مع الرقم. يعني حتى برضو لو اديته قيمة او داتا تايبس من نوع الدبل مثلا فلتكن 22.2 وعملت برنت، هتلاقي برضو ان هو بيطبع لك الداتا تايبس. بص رقم 22.2. حتى برضو من نوع البول، داتا تايبس بول، لو كتبت له ترو او فولس هيطبعها عادي ومش هيقول لك ان في ايرور او لا انا مش هقبل القيمه دي، لا هيتعامل عادي. ولكن انت هنا لما بتحدد نوع الداتا تايبس اللي انت تخزنها سترينج مثلا، فهتلاقي ان هو مدي لك ايرور على باقي الداتا تايبس المختلفه. حتى لو جيت عملت ران هيدي لك ايرور. بص. فلا المفروض طالما ان احنا حددنا الداتا تايبس او نوع الداتا تايبس اللي احنا نخزنها، ما ينفعش ان احنا نخزن قيمه من نوع داتا تايبس تانية. تمام. خلينا نمسح دول كده مع بعض. هتلاقي الايرور اختفى معاك وبيعمل ران بشكل سريع. طب لو انت كنت مخزن مثلا لو عملت مثلا ليست من نوع الانتجر مثلا، هتلاقيه مديلك ايرور على كل ده. خلينا نعزفهم كده. الداتا تايبس الانتجر هيبقى واحد مثلا واثنين وثلاثة مثلا وأربعة. طب لو جيت تديله قيمة من نوع الداتا تايبس تانية string مثلا، مديلك ايرور. طب لو جيت مثلا تديله قيمة من نوع تاني فليكن مثلا نوع دبل. احنا هنا الدبل قلنا انها ارقام عشرية يعني ارقام عادي، وانت هنا محدد الليست انها من نوع انتجر. خلينا نجرب كده 22.2 مثلا، هتلاقي ان هو مديلك ايرور. طب ليه؟ لان احنا قلنا ان الانتجر بيتعامل مع الارقام الصحيحة بس، ولكن دي الليست دي لو كانت من نوع دبل فهتلاقي ان هو قبل حتى الارقام الصحيحة اللي هي من نوع انتجر، لان احنا سبق وقلنا ان الدبل بتتعامل مع الارقام العشرية والارقام الصحيحة كمان. تمام. فمش هتقبل، فمش هتدي لك ايرور ولا حاجة. حتى لو جيت عملت رن كده برضو عشان تتأكد هتلاقي إن هو طبع لك كل القيم، ولكن طبعها لك على هيئة أرقام عشرية لأنها من نوع دبل. تمام. وقلنا إن الدبل أي رقم سواء كان صحيح أو عشري بيتعامل معاه على أساس إن هو رقم عشري مباشرة. فهتلاقي إن هو طبع لك واحد هنا 1.0، واتنين 2.0، وتلاتة 3.0، وأربعة 4.0، وبعد كده 22.2 اللي إحنا اديناها له زي ما هي. كده يا شباب احنا عرفنا اول نوع من نوع الكوليكشن داتا تايبس اللي هي الليست، وعرفنا مع بعض ازاي بتعمل ليست وبتحدد نوعها وتديها الاسم بتاعها، وبعد كده تعمل اد للفاليوز بتاعتك او القيم بتاعتك. وعرفنا برضو مع بعض ازاي تعمل برنت للليست بتاعتك، او انك تعمل برنت لقيمة معينة داخل الليست بالشكل ده. وعرفنا مع بعض إن الليست بتخزن البيانات أو بترقمهم بداية من زيرو مش من واحد. يعني قلنا إنك لو عايز تطبع رقم واحد فبتديله الإندكس زيرو، ولو عايز تطبع رقم تلاتة مثلا فبتكتب الإندكس هيبقى اتنين مش تلاتة، إن دي القيمة التالتة. ولكن بالنسبة لدارت فدي القيمة التانية أو الإندكس التانية. في الفيديو الجاي إن شاء الله هنتعلم مع بعض نوع من أنواع الكوليكشن داتا تايبس اللي هي الست. وما تقلقوش منها، هي بسيطة خالص ومتشابهة للليست. وفي الفيديو اللي بعده نتعلم النوع الثالث والأخير من الكوليكشن داتا تايبس اللي هي الماب. كده احنا خلاص خلصنا شرح الفيديو ده، واستناكم في الفيديو الجاي.